السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد على قناتي. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تيراميسو بطريقه جديده وبحله جديده على الوصفه الاصلي. كتجي رائعه في المذاق، خطيره ولذيذه، واي واحد ذاقها غادي تعجبو. هذا هو الشكل ديال الكيك، كيجي كريمي ومتماسك، رائعه بمعنى الكلمه. ما تشبعوش منها. اذا نبداو على بركه الله ونبداو بالمقادير اللي غنحتاجو. اذا اجيو معايا نشوفوا المقادير. غادي نحتاجو بسكويت الاصابع. اذا هنا عندي فوق من 30 حبه. اذا غيكون عندي 3 ديال الساشيت من هادوك. جبن مسكربون، 200 غرام د لا كريم فريش نوعيه جيده، 4 الملاعق ديال سنيده. تقدروا تزيدوا على حسب الذوق. والقهوه طلعتها في الكوكوط ديالها عاديه، كنخليها تبرد. اذا نبداو نوجدوا لا كريم او الكريمه. كنضربوا لا كريم فريش مع السكر حتى كتطلع وكتعقد مزيان. انا غادي نضربها بالضرب الكهربائي. غادي نطربها مزيان. وباش كنعرف لا كريم ديالي راه وجدات، كنشد داك لو بول كنقلبو. الا لا كريم بقات واقفه ما تبعتنيش، يعني ما هبطاتش، راه صافي وجدات. الا تبعتني ولا بدات كتحرك شي شويه كنزيد نطرب حتى كتوصل انها كتعقد مزيان. اذا هنا انا درت التيست، زدتها شي شويه تطرب. من بعد غادي نضيف ليها الماسكاربون علبه كامله وغنعاودو نخلطو مزيان. نخلطو مزيان حتى يتجانس لنا الخليط او لا كريم ديالنا، وكنخليوها على جنب ترتاح. صافي كناخدو لا كريم ديالنا كنخليوها على جنب، وكنوجدو كنخويو القهوه ديالنا في واحد يعني في واحد الزلافه ولا اللي متوفر لينا. وكذلك كنوجدو الاصابع ديالنا. كناخد واحد المول مستطيلي كنغطيه بورق الزبده كامل. وانا هنا غادي نقطع من البسكوي. جاتني يعني الطول ديالو كبر من المول. غادي نقطعهم على القد ديالو. نقص منه شويه. وهذاك اللي غادي يعني داك الشياطه ديال البسكوي غنحتفظ بها، غادي نستعملها في حاجه اخرى ولا غنستعملها نيت هنا في المول في الطبقات الاخرى. غنشدو البسكوي ديالنا غنغطسوه في القهوه مزيان ونستفوه في المول ديالنا باش نديرو الطبقه الاولى ديال البسكوي. من بعد طبقه ديال الكريمه. وغنكملو بحال هكا، طبقه بسكوي، طبقه كريمه، طبقه بسكوي، طبقه كريمه، وفي الاخير غتكون عندي الطبقه ديال البسكوي. ما غتكونش هي الطبقه ديال الكريمه، غتكون فقط الطبقه ديال البسكوي. وغنستمروا بحال هكا حتى نكملوا الطبقات ديالنا.
ملي كنساليو الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه ديال البسكوي كنغطيو بالسلوفان وكنخليها تبات ليله كامله في الثلاجه. الناس اللي ما عندهمش الوقت يقدروا يخليوها 4 سوايع، 3 سوايع 4 يقدروا يستعملوها، لان ماشي بحال الوصفه الاصليه هي اللي كتبغي فعلا تبات. ولكن انايا يعني واخا ما كاينش البيض في الوصفه هذه، الا باتت غادي يكون حسن. صافي من بعد ما دازت المده كنجبدها من الثلاجه، كنحيد دابا ورق السلوفان، كنحيد ورق الطبخ، كنقلب المول ديالي وكنحيد ورق الطبخ. بعد هنا كنقاد الجناب ديال لا كريم، كنقاد الجناب ديال الحلوه ديالي. كنستمر فحال هكا حتى كنكمل الجناب كاملين. من بعد كندير فوق منها الكاكاو المر، كنغطيها كامله من الفوق. وهذا هو الشكل ديالها، كتجي بنينه. ديك الحلاوه ديك الحلاوه مع البنه القهوه كتجي يا سلام يا سلام. بزاف الناس كيفضلوا التيراميسو بلا كريم احسن من البيض. وكاين عاوتاني اللي كيفضلها بالوصفه الاصليه، وصراحه هما بجوج كيجيو رائعين. كنتمنى تجربوها، ولا عجبتكم خليو لي دي لايك ودي كومونتير زوينين، ولا وصفه جديده ان شاء الله خليت لكم الراحه والهنا.